أعرف أول شيء باسمي وباسم فريقي. معكم طارق المحاسنة، كابتن فريق جزيرة بايكرز. أنا سعيد جدا قمنا فيها الآن، مع أني قاعد نصور تصوير وفوق هذا كله منحرج إني أنا راكب فوق الممشى هذا حق الناس. فألف شكر على الشيء اللي أنتم قمتوا فيه، وأشكركم مرة ثانية على دعمكم لنا بأن نقوم في هذا المجهود. المشهد حقيقة يحمل رسالة إلى أصحاب الدراجات النارية، وهي رسالة من الطفولة، من مشاعر الطفولة الحية إلى أصحاب العقول الكبيرة من أصحاب الدراجات النارية، تقول لهم بكل صدق وبكل محبة وبكل ود من حقنا أن نشعر بالأمان ونحن نلعب ونلهو في كورنيش القطيف. ليتدارك الشباب أن هذه الظاهرة قد تؤدي إلى فقدان أحد الأطفال، فمشاعرنا تجاههم قد تكون توعوية تثقيفية لهؤلاء الشباب. أنا من أهالي القطيف وأملك دباب، وما أحب أي أحد يشوه منظر الكورنيش ويزعج العوائل في الكورنيش. هذا الكورنيش حق اللي هو حق العوائل، حق المشي، بس بعض ضمن الأخوان رعاة الدبابات الله يبارك فيهم مو هذول، يعني الدبابات الصغار يجوك جهال يمشوا بالطرام على كفر، وهني تعرف بزر جهال واجد، وواحد يصير عليه شيء لو شيء تالي يقول أنا ما أدري وأنا آسف وأنا ذاك. فهذا حق من حقوقهم، وهي رسالة يوجهونها هؤلاء الأطفال في حاجز بشري متراص في وجوه كل من يتخطى العقل ويجعل العقل خلف مشاعره. نتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى الجميع، وأن نعيش في محبة وسلام، وكل يعيش في محبة وسلام، وأن يرتدي أصحاب الدراجات النارية الأماكن المخصصة لهم بعيدا عن هذه الأماكن. لذلك نحاول بقدر المستطاع أن احنا نقلل من هذه الظاهرة، الدبابات تدخل على ممشى العوائل واللي يزوروا الكورنيش. أول حاجة أشكر مجهود الشباب الحقيقة والجهد اللي بذلوه على أساس ويظهروا الصورة هذه للمجتمع. والحقيقة أنا من أفراد الجزيرة بايكرز، وأنتقد كل الشباب اللي يصعدوا على الرصيف، وأنا أقول لهم بصفتي أنا أحد أعضاء جزيرة بايكرز، أقول لهم المكان هذا مو مكانكم، هذا مكان للرفاهية واستمتاع الأطفال، وخلونا نتقيد بأمور السلامة ونمشي في طريقنا الصحيح ونظهر بصورة صحيحة للمجتمع ونحسن من الوضع اللي احنا عايشين فيه. صراحة ظاهرة الدبابات هذه صارت ظاهرة سيئة جدا جدا، والجميع مستاء منها في كل المناسبات. احنا ما نبغى فقط في الكورنيش، حتى في المناسبات الدينية والمواليد. ونشكركم على هذه اللفتة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
أما بالنسبة إلى مشاعر الأب أو الأم التي تفقد أحد أطفالها، والسبب هذه الظاهرة، نحتاج إلى أن نتدارك هذا الشيء، ونحتاج إلى أن نرى مدى هذه المشاعر التي تحس بها أو الألم الذي يحس به الأب أو الأم. فلذلك نريد أن نقلل أو بالأحرى أن تنفى هذه الظاهرة من هذا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا نشكر المساهمين معنا لإنجاح هذا العمل، ستارز ميديا، الجزيرة بايكرز، والكل اللي ساهموا ويانا من الشباب، استوديو بورتريت، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نظهر بشكل يرضي الجميع ويتخف ظاهرة الدبابات.